كل سنة وكلكم طيبين، يا رب يجعلها أيام مباركة عليكم كلكم، وربنا يشيل عنا الغلا والوبا آمين. النهاردة أنا هعمل كفتة داوود باشا ومكرونة سباكيتي، طريقة سهلة جدا وكفتة حلوة خالص. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. معايا لحمة مفرومة، النوع ده بيبقى مفرومة فرم ناعم حلوة للكفتة. هي فيها نسبة 20% دي. هضيف معلقة ملح، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة بابريكا، حبة بقدونس مفرومة، بصلة مفرومة فرم ناعم مفيهاش مية. اخلط كل المكونات على بعض. انا هستخدم معلقة لايس كريم عشان يبقى كله حجم واحد. اخلص الكمية اللي معايا كلها. الطريقة دي بتبقى سهلة جدا. حلة على البوتاجاز فيها مية بتغلي، اضيف عليهم معلقة ملح. اي نوع مكرونة سباكيتا عندك تقدري تستخدميه. انا هكسر المكرونة نصين. اسيب المكرونة تتسلق واحضر الكفتة. طاسة على البوتاجاز فيها حبة زيت، انزل بالكفتة على نار متوسطة. شايفة الكفتة ما فكتش. اقلب فيها. هي كده كويسة عشان هي لسه هتنزل في الصوص بتاع الكفتة. اكمل باقي الكمية اللي معايا. انا خلصت الكمية اللي معايا كلها. طاسة على البوتاجاز فيها معلقتين زيت، انزل بمكعب زبدة عليها. دي هتبقى التسبيكة بتاعة المكرونة او الكفتة. انزل عليها ببصلة مفرومة، البصلة تدبل هضيف عليهم 4 فصوص توم مفرومين. هنزل بنص معلقة ملح، رشة فلفل اسود، انزل بالثوم. الثوم ريحته بتطلع، انزل بالطماطم او الصلصة. انا هضيف الطماطم وهضيف عليها صلصة مكرونة علشان الطماطم مش حمرا قوي. ده نوع الصلصة اللي انا استخدمته. اضيف نص معلقة سكر، اسيبها تتسبك. بعد ما تتسبك
انا ضفت نص معلقة بابريكا، واظبط الملح. هي كده اتسبكت، انزل بالكفتة 5 دقايق او 7 دقايق بالكتير، وهتاكلي احلى كفتة. كده المكرونة بتاعتي جاهزة، والكفتة اكلة سهلة جدا ما بتتعبش كتير. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبولي كومنت، الكومنتات بتاعتكم بتفرحني، شجعوني.